لو ما اتفرجتش على الاجزاء اللي فاتت من حكايه مليوداس فروح شوفها الاول. في الاجزاء اللي فاتت شفنا ازاي كينج وبان سابوا الخطايا وراحوا على غابه الجنيات، وشفنا كمان الوحش اللي هجم على الغابه، ولكن كينج بيفعل السلاح الامبراطوري بتاعه وبيخلص عليه. بس بعدها جالان بيروح على مليوداس وبيستعد لقتله هو وكل اللي معاه. بس هل هيقدر يعمل كده يا صديقي؟ يلا بينا نكمل الحكايه علشان نعرف. وبعد ما وصل جالان على مكان مليوداس كلمه وقال له الساحه هنا ضيقه، احنا لازم نوسعها، وضرب ضربتين ثلاثه بالرمح بتاعه دمر كل اللي حواليه. الكل اتصدم من قوته، عرفوا انهم لازم يهجموا عليه بكل قوتهم علشان بس يعرفوا يهربوا من هنا. مليوداس بيطير عليه علشان يضربه، ولكن جالان بيقتله. دي كانت نسخه، والنسخه الثانيه حاولت تهجم على جالان، ولكن برضه كله من غير فايده. مليوداس بيهجم عليه بجسمه الحقيقي وجالان بيمسكه من رقبته وبيخنقه. ديانا ما بتتحملش وبتهجم عليه بكل قوتها. مارين بتلغي سحر التقلص عليها وبترجع لحجمها الحقيقي، بتنقل لها سلاحها الامبراطوري علشان تضربه بيه، ولكن جالان بيصد ضربتها برضه، بيعورها هي كمان في وشها، والكل مش قادر يعمل معاه اي حاجه. مارين بتستخدم عليه سحرها وبتحاول تنقله من هنا، بيختفي من المكان فعلا وبيكونوا مفكرينه اتنقل، بس هوبا جالان من وراها خلاص هيقتلها. الشخص ده بيجري عليها بسرعه علشان يحميها منه، ولكن انت هتعمل ايه قدامه يا ابني؟ جالان بيضربه والواد ايده بتتكسر وحالته بقت حاله. مارين وقتها عرفت انهم كده ميتين وش، بتقول له انا عندي ليك عرض كويس. حاولت تلبخه في الكلام علشان تعمل خطه وتهربهم من هنا، بتكذب قدام جالان في الكلام، وهوب جسمها كله بدأ يتحول لحجاره. هو ايه اللي بيحصل ده؟ جالان بيضحك كده وبيقول لها انا وصيتي هي الصدق، اي حد بيكذب قدامي بيتحول لحجر، وانت كذبت عليها دلوقتي ولازم تموتي. لسه هيهجم عليها ويقتلها بيلاقي مليوداس بالآلة الشيطانيه بيضربه. الواد ده بيلحق مارين والفرسان بتنضم لمليوداس. الكل كان شغال ضرب فيه من كل حته، بس انت متخيل انهم هيقدروا يعملوا معاه حاجه يا صديقي؟ لا والله، دول كانوا عمالين يموتوا مش اكتر. مليوداس بيتعصب وبيزود في آلته الشيطانيه كمان وكمان، طاقته وصلت ل 13000. بيضرب جالان بيها وبدأ يتأثر فعلا، بس جالان عمال يستهزأ بيه مش اكتر، بيحدفه بالرمح وبيشق بطنه. بيقتل مليوداس وبيقول له وقتك خلص معايا. ديانا هي كمان بتنقتل، ومارين حتى ما سلمتش منه. بيحاول بعدها يقتل في ارثر واليزابيث بس ما بيعرفش، بيقول لهم كفايه كده عليكم وبيسيبهم وبيرجع على باقي الوصايا فرحان طبعا بانتصاره. بس كان في اثر كده التقط جسر متعلق فيه، وكان في الوقت ده جسر واقف في ساحه المعركه وبدا يضحك جامد، وشكل الموضوع لسه فيه كلام يا صديقي. في نفس الاثناء دي بقى في غابه الجنيات بان بيعالج الشجره العملاقه بدمه، بترجع تاني لطبيعتها. بيعالج كينج برضه والواد بدا يخف. باقي الشعب بقى بيفرح باللي كينج عمله، وبيرجعوا يندهوله بملك الجن تاني. بس بان بعدها بيمسك البنت اللي هجمت على ايلاين وبيهددها، بيقول لها لو هجمت عليها تاني مش هسيبك يوم واحد عايشه. البنت بتقول له تمام، وبتوعده انها هي اللي هتحميها بعد كده. وبعدها بان بيودع كينج وبيمشي. كينج بيقول له تعالى يا عم معايا وارجع للخطايا، بس بان بيقول له لا، ابقى سلم لي عليهم بس. وبعدين بيسيبه، وجيروكو بتقرر انها تروح معاه. من ناحيه تانية بقى اثناء ما العصايه كانوا قاعدين بيجمعوا طاقتهم السحريه، بيشوفوا كده اتنين من البشر في المنطقه بتاعتهم بيهجموا عليهم وبياكلوا طاقه حياتهم، وشكلهم مش ناويين على خير يا صديقي. في نفس الوقت ده كان هاوزر وجريامور وغل انتقلوا في رحله علشان يزودوا من قوتهم ويتدربوا. بيشوفوا كده شويه من الناس واقفه وما بتتحركش، ما بيعرفوش مالهم. بيحاولوا يلحقوهم ولكن مفيش اي نتيجه. وقتها العيال بتسمع صوت صريخ جاي من جوه القريه، بيجروا على هناك، بيلاقوا شيطان عمال يقتل في كل البشر ويمتص في طاقتهم. بيتجمعوا بعدها على الشيطان وبيضربوه بكل طاقتهم. غل بالبرق بتاعه وهاوزر برياحه وجريامور بيفجروا. الشيطان وقتها بيتهزم وطاقه حياه الناس بترجع لهم تاني، وكان الكل في قمه السعاده. بس انت بقى متخيل ان الموضوع هيخلص عند كده يا صديقي؟ لا والله، شيطان رمادي تاني بيظهر قدامهم، طاقته اعلى من اللي قبله، وشكل العيال دول ميتين وش. لسه يهجموا عليه بيسمعوا صوت من وراهم، ده هندريكسن يا جماعه. بيقول لهم انتوا ما تكونوا عبطوا لو فكرتوا ان الشيطان ده زي اللي قبله، احنا الاربعه لازم نتعاون مع بعض والا هنموت في ثواني. العيال اتصدمت، انت لسه عايش ازاي؟ غريامور بيقول له انا مش هسامحك على قتلك لابويا. بيهجم عليه ولكن الشيطان بيضربهم هما الاثنين. غريامور لسه يهجم عليه تاني، لا هندريكسن قال له اهدى ابوك لسه عايش. الواد اتصدم. الشيطان بعدها بيطلع نار سودا وبيجهز لقتلهم هما الاربعه، بس هاوزر برياحه وغل بالرعد عليه بيشتتوا الهجوم. الشيطان بعدها بيدمر كل اللي حواليهم وغريامور بيحميهم، بس هندريكسن بيتصاب من الهجوم. واتضح ان الشياطين دي اتحررت نتيجه لفك الختم عن الوصايا العشره، وبعتهم هنا علشان يجمعوا لهم شويه طاقه مش اكتر. هندريكسن بعدها بيطير على الشيطان ضرب ولكن مش عارف يعمل حاجه، بيقع على الارض وخلاص كان شكله هيموت. ولكن هوب هاوزر بيلحقه. بيتعاون الاربعه دول مع بعض وبيبداوا في ضربه وتكسير الشيطان.
وفي الاخر بيخلصوا عليه. غل وقتها بيجري على هندريكسن وبيقول له انت لازم تفسر كل حاجه دلوقتي، وليه قتلتم ابويا من 10 سنين. هندريكسن قال له تمام وبدا يحكي له على كل حاجه. قال لهم كل حاجه حصلت لما كنا رايحين على مملكه ليونا. كنت انا ودوريفاس لسه فرسان عاديين في الوقت ده وبندور على اي حاجه تزود في سمعتنا، وكان باين عليهم انهم صحاب جدا وقتها. المهم بيفضلوا نازلين جوه الحفره لحد لما بيحسوا بحاجه غريبه، هو في شخص لسه عايش هنا ولا ايه؟ بينزلوا اكتر، وهنا بقى المفاجاه، شيطان كان موجود في الحفره ديت وعاوز يستحوذ عليهم الاتنين. بيطير بعدها على دوريفاس علشان يستحوذ على جسمه، ولكن عزيمه واراده دوريفاس الحديديه بتقف في وش الشيطان وما بيقدرش على روحه. وقتها الشيطان بيتحمس كده وبيقول له عجبتني يلا هاخد جسمك بالعافيه. بيستحوذ بعدها على جسم هندريكسن وبيهدده بيه لو ما سبتليش نفسك فقتل صديقك الوحيد دلوقتي يا ابن الخبيثه. دوريفاس ما عادش قدامه حل غير الاستسلام. بيستحوذ بعدها الشيطان على جسمه وبيسيطر برضه على تحركات هندريكسن. بيرجعوا بعدها على المدينه وبيقتلوا زاتار. بيتهموا الخطايا السبعه انهم اللي قتلوه وانتم طبعا عارفين الباقي. غل بعدها بيتصدم ومحدش كان مصدق اللي سمعه، يعني دوريفاس بريء. ايوه بس هو مين الشيطان ده وعمل كده ليه اصلا؟ هندريكسن بيقول لهم ده اسمه فراودرين وده واحد من الوصايا ال10 وهو اللي قتل ليز حبيبه مليوداس قبل كده، وعلشان كده مليوداس ضربه وخلاه بالشكل اللي هم شافوه ده، وشكلها هتولع يا صديقي. في نفس الوقت ده بقى مليوداس بيفوق على دموع حبيبته، بتاخده بالحضن وبتقول له الحمد لله انك كويس، وهو طبعا ما كانش فاهم حاجه. بيقول لهم غلام مش ممكن يسيبنا كده ويمشي من غير ما يخلص علينا، هو ايه اللي حصل بالظبط؟ جوسر بيحكي له على كل حاجه وبيقول له انا اللي عملت كده، عدلت ذكرياته شويه وخليته يفكر ان هو كده قتلكم، وكنت خلاص ههرب بس مارين بتسيطر عليا بالسوار ده. ايه ده هي لسه عايشه؟ والله. وبيتضح ان مارين قبل ما جسمها يتحجر بالكامل كانت عملت تعويذه كده ونقلت روحها جوه البلوره ديت وحاولت ترجع جسمها تاني بعدها ولكن ما عرفتش. المهم مليوداس بيقول لهم احنا لازم نعمل خطه علشان نواجه بيها الوصايا والا هنتدمر تاني. مارين قالت له بالظبط كده، ولازم كمان ندور على العضو السابع خطيئه الاسد اسكانور. فبيقول لها تمام. المهم بقى بعدها مليوداس واليزابيث كانوا رايحين على ديانا علشان يشوفوها بقت كويسه ولا لا. بيقابلوا كينج كده في طريقهم وبيحكوا له على كل اللي حصل. الواد بيقلق على حبيبته جدا وبيجري عليها بسرعه علشان يشوفها. بيوصل لها فعلا، بيسالها انت كويسه ولا لا، وعلى غير المتوقع ديانا ما عرفتش كينج وبتقول له انت مين، هو ايه اللي حصل؟ شكلها فقدت ذكرياتها باين. كينج بعدها بيقول لها انا صاحبك، انا اللي كنت هداك انا، بس ديانا مش عارفاه. اليزابيث بتحاول تكلمها برضه ولكن ما عرفتهاش، وهي دلوقتي مش عارفه غير مليوداس وكينج من لما كان بجسمه التخين. العيال بتروح على مارين وبتسالها على اللي بيحصل، بتقول لهم انا ذات نفسي مش فاهمه حاجه، هو ممكن من الخبطه اللي اخدتها ذكرياتها تتاثر؟ اعتقد لا، العمالقه اصلب من كده. في نفس الوقت ده بقى كان كينج اتحول للشكل ده وقاعد جنب ديانا، شكلك عرقاله، وكان قاعد مكسوف وبيحاول يعترف لها بحبه. هو احنا في ايه ولا في ايه يا ابني؟ ديانا وقتها عينيها بتتغير كده وبتنسى كمان شويه من ذكرياتها، نسيت حتى مليوداس وكينج وما عادتش عارفاهم. كينج بيترعب وبيروح على مارين وبيعرفها، الكل بيتجمع وبيحاولوا يروحوا لها علشان يلاقوا علاج للي بيحصل. بيروحوا على مكانها فعلا ولكن البنت ما بتكونش هناك، دي سابت المكان ورجعت على مدينه العمالقه واللي فيها اخر ذكرياتها. يعني الكل كان واقف ومش عارف هي ليه بتعمل كده. ففي وقتها جوسر بيقول لهم انا اللي مسحت لها ذكرياتها. كينج بيتعصب وبيقول له عملت كده ليه؟ جوسر بيتكلم بكل برود وبيقول له انا بتخانق معاها المره اللي فاتت، سمعتها وهي بتقول الذكريات الثمينه مستحيل حد يقدر يمسحها، فجربت عليها واتمسحت فعلا. ذكريات ولا مش ذكريات، هي مجرد معلومات مش اكتر. وقتها كينج بيتعصب جامد، بيضربه بوكس بالسلاح بتاعه وبيمسح بيه القصر وبيقول له ذكريات الناس مش لعبه في ايدك. وبعدها بيتجمع الخطايا علشان يروحوا ورا ديانا ويلحقوها. وفي الوقت ده بقى بيظهر فلاش باك لديانا قبل كده، ايام ما كانت في بلده العمالقه بعد ما سابها كينج. كانت بتشترك في معارك لبعض دول البشر، بيأجروا العمالقه يكسبوا بيهم الحرب، بيدولهم فلوس وكده. يعني الدوله اللي ضدهم أجرت عملاق شجاع برضه، ولكن المعركه انتهت بفوز ديانا واللي معاها. بعد ما بيرجعوا على مدينتهم بقى القائده بتاعتهم بتقول لهم انتوا ليه ما بتقتلوش الناس؟ انت يا ديانا عملت ايه في الحرب اللي فاتت؟ قالت لها رميت 10 كده في النهر، وانت التانية ما عملتيش اي مصلحه في القتال امبارح، انت لازم يكون عندك فخر العمالقه. ديانا بتقول لها احنا مش عاوزين نقتل حد، القتال عمال على بطال ملوش اي فايده، البشر يحاربوا بعض براحتهم، بس احنا ايه دخلنا؟ ماترونا وقتها بتزعق لها وبتقول لها انت مش فاهمه حاجه، احنا العمالقه اهم حاجه عندنا القتال وبس، انك تموت في ساحه المعركه فكده انت اخدت اعلى مراتب الشرف، لكن اللي مش طبيعي اللي انتم بتعملوه. وبعدها
بدأت في تدريبهم على القتال تاني. بس وهم بالليل بقى البنت دي كانت قاعدة بتعيط وبتقول لديانا انا عاوز اهرب من هنا، زهقت من الحرب والقتال وكل اللي بنعمله، انا عاوز اعيش حياة هادية مش اكتر. ديانا بتقول لها تمام وبيتفقوا يهربوا من هنا. بيستنوا كام يوم كده وبعدين بيقرروا يهربوا. ديانا بتروح كده على البنت دي وبتصحيها. البنت بتفوق فعلا ولكنها بتقول لها انا اسفة بس انا مش هينفع اهرب، كده كده حتى لو طلعنا من هنا مفيش حد هيتقبل بينا وهنتعرض للتنمر مش اكتر. انا مش عارف ايه التفكير العقيم بتاعها ده والله. ديانا بتقول لها يا بنتي تعالي معايا بس البنت ما بترضاش. فديانا بتطلع وبتهرب لوحدها. بيقابلها بقى شويه من البشر كده في طريقهم بيحاولوا يضايقوها ويضربوها، ولكن مليوداس بيتدخل وبيضربهم بدلها. بعدها بيعزمها على اكل وبيسالها انت ليه كنت ماشيه لوحدك. ديانا بتقول انا كنت بدور على مكان اروح له بس مش لاقي حد يقبلني. فمليوداس قال لها خلاص تعالي عندي في المملكه واصحابي هيرحبوا بيك وباي حد من معارفك. ديانا بتساله بجد؟ قال لها والله ما بهزر، تنوري المملكه في اي وقت. ديانا بتفرح جدا وبتقرر ترجع على صديقتها وتاخدها على هناك. ولكن المفاجاه البنت ماتت. كانت في مهمه حراسه في مره، شويه قطاع طرق هجموا عليها وقتلوها. ديانا اتصدمت وهجمت على ماترونا وضربتها. بتقول لها انت ما حميتهاش ليه؟ ماترونا اتعصبت عليها وضربتها هي كمان. قالت لها مش هقعد افسر لك كل شويه، اجهزي بكره بقى علشان في معركه مهمه. البنت بتسمع الكلام وما بتقدرش تفتح بقها. بتطلع بره تفكر في ماضيها وحاسه ان في شخص ناقصها وشكلها بتحلم بكينج يعني. بيطلعوا علشان المعركه بكره والكل بيجهز. ماترونا بتقول للبشر امال فين الاعداء؟ انا مش شايفه حاجه ولا حاسه بوجود حد قريب. الواد ده بيقول لها انا سامع صوت من هنا. ماترونا بتضرب بس مفيش حاجه. طيب من هنا. ماترونا بتجري على هناك وهوب بتسقط في افخاخ البشر. يا ولاد الخبيثه. ديانا بتقول لهم انتم بتعملوا كل ده ليه؟ الواد ده بيضحك كده وبيقول لها العملاق الواحد افضل من 1000 قاطع طريق، وانا بمهاره الصوت الاقوى فاقدر اوقع اي حد حتى لو كان عملاق. ومفكر انه كده خلص على ماترونا يعني. بس انت متخيل ان ماترونا خلصت يا صديقي؟ لا والله. ماترونا بتطلع من غير خدش واحد فيها، بتجهز علشان تنتقم منهم. القائد بيأمر الجنود برمي السهام وبيبداوا في الهجوم عليها من كل حته. ديانا وماترونا بيحمي نفسهم بالصخر ومفيش حاجه بتصيبهم. بس ماترونا بتلاحظ بعدها سم موجود على السهام وبتقلق جدا منه. السهم بيطير على رجل ديانا وكان خلاص هيصيبها، بس ماترونا بتاخد بالها وبتحميها. ضحت بنفسها علشان تحمي ديانا. الجنود بعدها بتحاول تهجم عليهم بس ماترونا بتبعدهم. ديانا بعدها بدأت تعيط. بتقول لها انت ليه عملت كده؟ كنت سبتيه يجي فيا انا. ماترونا وقتها بتحكي لها على كل حاجه. بتقول لها ابوك وامك كانوا من نخبه المحاربين قبل كده، وقبل ما يموتوا وصوني اعتني بيكي وعاملك زي اختي الصغيره. انا ما كنتش عارفه غير القتال فعلشان كده انا كنت قاسيه معاكي. انا اسفه لو اتعاملت معاكي بقسوه. ديانا بتقول لها لا ما تقوليش كده. ماترونا بتجيب اخرها وبتقول لها هربي وعيشي يا ديانا. البنت ما بتستحملش وخلاص جابت اخرها، قاعده تعيط من الحسره. شويه جنود بتهجم عليهم تاني بس ماترونا بتخلص عليهم باخر طاقتها وبتغمض عينيها بعدها مفارقه للحياه. 2 من الجنود كانوا لسه عايشين ومش عارفين هيقولوا ايه للملك لما يرجعوا، بس بيقرروا يحطوا كل اللوم على ديانا ويخلوها تتعاقب على كل حاجه. بيتقبض عليها فعلا وبيتحكم عليها بالموت. ولكن انت متخيل ان مليوداس هيسيبها تموت يا صديقي؟ لا والله. بيدخل عليهم وبيوقف الاعدام وبيقول لهم هي بات في حمايتي. ومن وقتها وهي في الخطايا السبعه. نرجع بقى للخطايا وهم متجهين الى مكان ديانا. مارين بتعرفهم بمكانها وبتقول لهم المكان اللي ديانا رايحه له ده فيه طاقه شريره جدا وشكلها رايحه على موتها برجليها. في نفس الوقت ده جالان كان قاعد كده مع الوصايا بيحكي لهم على اللي حصل وانه خلص على مليوداس وكل اللي معاه. ما بيكونوش مصدقينه قوي ولكن علشان هو وصيه الصدق وكده ما بيقدروش يكذبوه. بس مره واحده جالان بيحس بديانا وهي ماشيه جنبهم، بيروح عليها علشان يقتلها. ديانا في الوقت ده كانت بتحاول ترجع على قريتها بسرعه وتعرف الناس ان ماترونا ماتت في القتال، والواضح ان ذكرياتها واقفه عند الفتره ديت. ولكن فجاه جالان بيظهر وراها. البنت حست بطاقته مش قادره تتحرك. بتقول ايه القوه ديت؟ انا لو بصيت وراها هموت. بتطلع تجري منه ولكنها بتلاقي واحد تاني قدامها واسمه مونسبيت. البنت اترعبت منه وخلاص شويه وهتعملها على نفسها من رعب. جالان وقتها بينده لها وبيقول لها انت عايشه ازاي؟ انا متاكد اني قتلتك قبل كده. ديانا بتقول له قتلت مين يا عم؟ والله انا ما اعرفك. جالان بيتصدم وبيقول لها انت كذبت دلوقتي وهتتحولي لحجر زي صاحبتك. ولكن بيتفاجئ انها ما اتحولتش لحجر لسه، وده معناه انها ما بتكذبش قدامه. جالان بيتعصب وبيبدا يضرب فيها بكل قوته. مونسبيت هو كمان بيحاول يهجم عليها ويمتص طاقه حياتها. ولكن مره واحده صخره بتطلع من وراهم وبتبعدهم. صخور تانية بتتجمع على جالان وبتكسر دماغه. ديانا في الوقت ده بتحس بطاقه سحريه مألوفه وبتقول دي قوه ماترونا، مستحيل تكون لسه عايشه.
عايشه، ولكنها بتطلع عايشه لسه يا صديقي. بتضرب ديانا في بطنها وبتاخدها علشان تهرب بسرعه من الوحوش دول. جالان بيتعصب منها وبيضرب الارض اللي بتحاول تهرب فيها، ولكن ما بيقدرش يلاقيهم في الاخر وبيفكر نفسه قتلهم يعني. في الوقت ده بقى مليوداس بياخد باله من اللي حصل وبيقرر يوقف الحانه بسرعه. مونسبيد هو كمان بيعرف طاقه مليوداس وبيطلع طائر سحر ناري كده بقوته بيضرب بيه عليهم، والطائر بيكسر اي حاجه في طريقه. مليوداس بيحس بالسهم وبيعرف هو ناوي على ايه. لو مليوداس استخدم قوته وعكس الهجمه هيعرفوا انه لسه عايش وهيهجموا عليه تاني ويقتلوه. مليوداس بيأمر الحانه تغير اتجاهها علشان يعرفوا يهربوا، بس الطائر بيغير اتجاهه وراهم. مليوداس بيقول خلاص انا لازم استخدم قوتي وما عادش في حل قدامه غير كده، بس الحانه بتفاجئ الكل وبتاكل الطائر. ايه انت كنت جعانه ولا ايه؟ مونسبيد بيتصدم وبيقول خلاص بقى يبقى ده مش مليوداس، والحانه عملت معاهم الواجب وزياده يا صديقي. مارين وقتها بقى بتقترح عليهم يبدلوا طريقهم وما يروحوش لديانا علشان هي عرفت ان في شخص مجهول لحقها، ولو راحوا عليها هيلفتوا الانظار عليهم مش اكتر وهيخلوا الوصايا يهجموا عليهم ويقتلوهم. طيب هتروحوا فين دلوقتي؟ مارين بتقول لهم احنا لازم نروح على استار، وده المكان اللي ختمت فيه قوة القائد من 10 سنين. بيوصلوا هناك فعلا وبيقابلهم 3 من الكهنة، ودول بقى المفروض هيزودوا طاقة الكل وهيرجعوا لمليوداس قوته، وهم اصلا كانوا عارفين انهم جايين ومستنيينهم. دي بقى جينا ودي زانيلي وده بقى سيو. زانيلي بتاخد مليوداس واليزابيث بتقول لهم تعالوا معايا انا اللي ههتم بيكم. بتدخلهم جوه مكان مظلم كده وبتقول لمليوداس علشان تاخد قوتك لازم تعدي من المحنة اللي هتواجهك ديت. مليوداس بيضحك كده وبيقول لها هات اللي عندك، وكان في قمة السعادة ولكن ما يعرفش ان في جحيم مستنيه يا صديقي. زانيلي بتستخدم قوتها عليه وبتدخله جوه ذكرياته. بيقابل حبيبته ليز قدامه وبتخليه يعيش معاها اجمل الذكريات اللي عدت عليه، بس مرة واحدة مليوداس بيشوف اليوم اللي حبيبته اتقتلت فيه، ما بيقدرش يستحمل المشهد وطاقته بتجتاح المكان كله وبتدمره. ودي بقى المحنة بتاعته يا صديقي، لازم يتخلى عن مشاعره الليز والا هيفضل كل مرة يشوف نفس المشهد تاني، وحرفيا دي اصعب محنة لمليوداس. زانيلي في الوقت ده بتعطي الاليزابيث بتاعها كده وبتقول لها دي فيها بذرة شجرة مريضة انت لازم تستخدمي قوتك وتشفيها. ده ازاي يعني؟ ما علينا، دي بقى محنتك. اليزابيث بتقول لها تمام وبتبدأ تحاول تشفيها. مليوداس بقى في الوقت ده كان عمال يتجلد كل شوية، بيشوف مشهد موت حبيبته قدام عينه وما بيستحملش، بيصرخ من الوجع اللي بيشوفه. اليزابيث بدأت تقلق عليه وبتقول لزانيلي انت بتوري له ايه بالظبط؟ البنت قالت لها الجحيم بعينه. في نفس الوقت ده ومن جانب تاني بان وجيريكو كانوا وصلوا على مدينة جديدة كده. بان بيسأل الشخص ده عن اللي سمعه هنا، بيقول له هل في حد موجود هنا بيعرف يرجع الموتى؟ الراجل ده بيضحك كده وبيقول له دي قصص خيالية يا عم، بس سمعت ان في واحد بيتكلم الكلام اللهبل ده جوه المدينة، لو رحت هناك هتعرفه. فبان بياخد جيريكو وبيمشوا. في نفس الوقت ده بقى في استار جينا بتاخد كينج وهوك وجسر علشان تدربهم، وبتقول لهم على فكرة انتم مش اول حد يجي هنا علشان يتدرب. بيبصوا كده قدامهم وبيلاقوا هندريكسن. كينج بيتصدم وبيفعل وضع الهجوم، ولكن جينا بتقول له اهدى هو رجع لطبيعته دلوقتي وجاي يتدرب مش اكتر. هوك بقى بيشم ريحة وحشة كده وبيجري بسرعة عليها علشان ياكلها، ولكنه بيلاقي ال3 دول منفوخين وشكلهم بيتشووا مش بيتدربوا يا صديقي. بس في نفس الوقت ده بقى كان لسه مليوداس عمال بيصارع مع نفسه. زانيلي عادت له مشهد موت حبيبته اكتر من 1000 مرة، ومليوداس كل مرة ما بيقدرش يستحمل يشوفها وهي بتموت وبيفجر المملكة بالكامل. هي بصراحة ليز تستاهل. زانيلي وقتها بترجعه وبتقول له انت لو فضلت جوه اكتر من كده هتموت، انت فشلت في الاختبار. مليوداس بيتعصب وبيكسر الارض من الغضب، ولكن مرة واحدة اليزابيث من وراه بتهديه، بتقول له ما تاخدش كل حاجة على اعصابك، انت املنا هنا. مليوداس وقتها بيعرف ان لسه في حاجات حلوة مستنياه وبيقول لزانيلي رجعيني تاني. بتقول له بس وعدني انك ترجع كويس. قال لها اوعدك بكده. مليوداس بيرجع تاني بيشوف اجمل ذكرياته مع ليز حبيبته، وانا شخصيا حبيتها والله يا صديقي. البنت قمر مش طبيعي في كل حاجة. مليوداس بيقول انا عارف ان المفروض انساكي، عارف اني لو نسيتك مش هدمر حاجة وارجع طبيعي تاني، بس انا ما اقدرش، ده شيء مستحيل بالنسبة لي. وبيفضل يدمر المكان تاني. بيرجع يشوف نفس المشهد تاني، وزانيلي خلاص قررت ترجعه، بس اليزابيث بتوقفها بتقول لها هو وعدك ان هو هيرجع لوحده. وفعلا مليوداس في الوقت ده كان بيجيب اخره، بيكلم ليز الميتة قدامه وبيقول لها انا عمري ما هنساكي، بس انا مش عاوز اشوف المشهد ده تاني ومش هفقد السيطرة على نفسي، ووعد عليا اني مش هسيبك. وبيرجع وهو عمال بيعيط. اليزابيث لما شافت دموعه ما قدرتش تستحمل وعيطت هي كمان، وانا كمان عيط يا صديقي. زانيلي بتقول له انت كده نجحت في الاختبار وهترجع لك قوتك تاني، وكانوا في قمة السعادة. في نفس الوقت ده بقى كان بان وجيريكو بيأجروا فندق كده وبيقعدوا فيه علشان يرتاحوا. مش عارف اجيبها لك ازاي يا صديقي، بس ده فندق 5 نجوم هنا. المهم بان وهو واقف في الشباك كده بيشوف واحد الناس عمالة تضربه، وبيقولوا له سمعنا انك
انك بترجع الموتى للحياه. فبان اول لما بيسمع كده بيطير على عياله وبيكسر وشهم، بياخده على الاوضه وبيرميه على الحيطه بكل قسوه. الراجل بيتشقلب كده وبيمسك في الجدار. بان بيقول له انا عارف انك اتفاديت كل هجماتهم، بس انا ماليش دعوه، يعني انا بس عاوز اعرف انت بتقدر ترجع الموتى ولا لا. الراجل بيقول له للاسف انصاف الحيوانات اللي زي مستحيل يقدروا على كده، ويلا بقى استاذن انا. ولسه هيمشي بيقع على الارض قدامهم. بان بياخده بيحطه على السرير وبيبداوا يعالجوه. الراجل بيعرفهم بنفسه وبيقول لهم انا اسمي جيفاجو، هربت من الناس دي فتره كبيره جدا، بس شكلي مش هعرف اهرب من المرض، وشكله هيودع كمان شويه يا صديقي. في الوقت ده بقى بيظهر فلاش باك لبان وهو صغير، كان عايش في نفس المدينه ديت وبيسرق الطعام من الناس علشان بس يعرف يعيش. الراجل ده بيقبض عليه في مره وبياخده وبيوديه على السجن. بيلاقي واحد كده هناك محبوس وبان بيصعب عليه وبيديله حاجه كده ياكلها وبيقول له انا ههرب من هنا، ما تيجي معايا؟ بان بيقول له تمام. بيهربوا من السجن فعلا، والراجل ده بيجيب اكل لبان وبعدها بيحبوا بعض جدا. وفي الوقت ده كان الشخص اللي عند بان هو نفس الشخص اللي اخد بان قبل كده وحرره من السجن، بس هو ما كانش عارف بان لسه، وكان بدأ يحكي لهم على حكايته. بيقول لهم انا دلوقتي هموت واروح لاولادي الاتنين، هم وحشوني جدا. جيروكو بتقول له انت عندك ولاد يا حاج؟ بيقول لها ايوه كان عندي 2، واحد منهم لسانه طويل وكنت بحبه جدا وهو يقصد بان بالكلام، والتاني كان زي من انصاف الوحوش ولكن كنت معيشه في الجبال. ووقتها بقى بيظهر فلاش باك لبان في الماضي، كان ابوه كل شويه بيضربه وبيهينه علشان ابوه فاشل وعاوزه يسرق له الاكل. بان كان زعلان جدا وما اكلش بقاله يومين. بتشوفه ست غريبه كده وهو قاعد وبتقول له تعالى معايا يا بان، ولو دخلت في الصندوق ده هديلك قطعه نقديه. بان بيوافق وبيكون فرحان جدا بالفلوس، ولكنها بتطلع نصابه وبتاخد الواد وبتحطه في البرميل وبتقفل عليه. واتاري ان الست ديت عاوزه تبيع بان لواحد من العائلات الغنيه، والراجل ده بيستمتع وهو بيقتل الاطفال الصغيرين. بان بيحاول يطلع، بس هتزق العجله ديت ازاي يا ابني؟ ولكن مره واحده بان بيسمع صوت صراخ بره، بيكسر البرميل بسرعه وهوب بيتصدموا. جيفاجو كان بيسرقهم وبيتصدم لما بيلاقي بان جوه، بياخده بيجيب له اكل وبيقعد يضحك عليه. بيقول له انا مره شفتك في السجن ومره مخطوف، انت ايه حكايتك يا ابني؟ بان بيقول له اعمل ايه يا عم، حظ في الدنيا. فجيفاجو بيقول له تمام، ولكن بان وهو بياكل كان عاوز ينام ولكن مش قادر يقفل عينه. جيفاجو بيقول له ما تنام يا ابني، انت خايف من ايه؟ بان قال له لو نمت ابويا هيضربني. وقتها الواد بيصعب عليه جدا وبيقول له خلاص نام وانا هحميك. ومن يومها والاتنين دول مع بعض دايما وبيسرقوا من كل اللي يقابلهم. وبان اتعلق في جيفاجو جدا وبقى بالنسبه له الاب المثالي. بس اخرة السرقه وحشه يا صديقي. ففي مره كان بان مستني جيفاجو كده علشان يسرقوا القصر ده. جيفاجو بيتاخر وبان بيقرر يدخل القصر لوحده. بيدخل فعلا ولكن الحراس بتمسكه وبتنزل ضرب فيه. بالراحه يا عم علي انت وهو، ده حته عيل صغير. في الوقت ده بقى جيفاجو بيكون مرعوب علشان صحى متاخر وخايف لا يكون بان دخل واتقبض عليه. بيوصل هناك فعلا وبيسمع الحراس وهم شغالين ضرب فيه، فبيطلع على السور وبيكون خلاص هينقذه. ولكن في وقتها بيسمع حراس تانيين بيتكلموا عن نص وحش لقوه في الجبال، وده بيكون ابن جيفاجو يا صديقي. الاب بيحتار ما بينهم هينقذ مين فيهم. بيعيط وبيجري على ابنه اللي في الجبل وبيسيب بان وراه ينضرب من ناس. بيوصل متاخر والواد ما بيقدرش يتحمل وبيموت على دراع ابوه. جيفاجو ما بيسامحش نفسه وبيفضل عايش باقي حياته زعلان وندمان علشان ما لحقش بان، وبيقول يا ريتني كنت لحقته من الحراس، انا متاكد اني غلطان. وكان في قمه الحزن. بان بيقول له انت ما غلطتش في حاجه، لو كنت لحقتني انا وسبت ابنك انا ما كنتش هسامحك. وما تزعلش يا عم، انت كنت الاب المثالي ليا. جيفاجو بيتاثر جدا وما بيكونش مصدق ان ابنه. بيقول له معقول انت بان؟ بان بيقول له ايوه. جيفاجو عينه بتدمع وبيفضل يعيط من الفرحه، وانا شكلي كمان هعيط يا صديقي. في نفس الوقت ده بقى كان الرجاله دول بيفكروا يدخلوا جوه الكهف علشان يتدربوا شويه. بيتقسم كل اتنين مع بعض علشان الكهف ما بيرضاش غير بثنائيات، هاوزر وغل مع بعض وجوسر وارثر مع بعض، والكل شغال بيتدرب وبيطور في نفسه كمان وكمان. وغل وهاوزر بيعرفوا يوصلوا لمستوى تاني من طاقتهم، بس كينج ما كانش مسامح هندريكسن على قتله لصاحبه ومرضاش يدخل الكهف مع حد. بس بعد شويه مليوداس بيطلع من كهفه وبيقول لكينج تعالى ندخل مع بعض جوه. فكينج بيوافق والاتنين بيدخلوا. كينج كان باين عليه كده متعصب من هندريكسن جدا، فمليوداس بيقول له ما تتساهل معاه شويه يا عم، هو كل اللي عمله ده مش بمزاجه، ده كان فراودرين بيتحكم فيه مش اكتر. كينج بيقول له حتى لو ما كانش في وعيه انا عمري ما هسامحه. بس بعدين يعني انت عرفت ازاي ان فراودرين ده هو اللي كان بيتحكم فيه؟ ومين فراودرين اصلا؟ مليوداس قال له ده واحد من الوصايا العشرة. كينج بيشك في القائد وبيهجم عليه وبيقول له انت عارفهم منين؟
وهل انت عدو لينا ولا لا؟ وشكلها ما تبشرش بالخير يا صديقي. مليوداس بيصد ضربته وبيقول له ما تعال يا ابني، انت بتقول ايه؟ كينج ما بيتفهمش وبيهجم على مليوداس تاني. الكل كان واقف بيتفرج عليهم بره ومش فاهمين هم بيعملوا كل ده ليه اصلا. كينج بيعور مليوداس في كتفه وبيقول له لازم تقول لي على الحقيقه، والدنيا بتبوظ على الكل باين. في نفس الوقت ده بقى كان جيفاجو فرحان ومش مصدق الصدفه اللي جمعته مع ابنه. جيروكو هي كمان كانت فرحانه جدا وقاعده متاثره وبتعيط. جيفاجو بيقول لي بان دي حبيبتك ولا ايه؟ فقال له لا يا عم، انا شايفها زي اختي الصغيره مش اكتر. ايوه كده يا بان، اديلها ما ترحمهاش. بعدها بان بيقول لابوه ان هو شرب من كاس الخلود وهو كده عمره ما هيكبر في السن او هيموت. ابوه اتصدم، افتكر ان هو اللي كان بيحكي له دايما عن ينبوع الحياه وما كانش مصدق ان في حد هيقدر يوصل له اصلا. بيساله بيقول له هو ما كانش في حد بيحرسه ولا ايه؟ فبان بيقول له لا كان في واحده بس ماتت دلوقتي وانا بحاول ارجعها للحياه. الاب وقتها بيفهم ان ابنه واقع في حبها وبيقول له باخد بالك من نفسك علشان الموضوع مش سهل. فبان بيقول له تمام، بس جيفاجو بيحس ان بان لسه متضايق من حاجه. بان بدا يحكي له، بيقول له بعد ما سبتك وكملت حياتي بقى عندي 2 بحبهم، صاحبي مليوداس وحبيبتي ايلاين، ولكن من فتره قريبه اضطريت اختار ما بينهم وفضلت حبيبتي عليه وحاولت اقتله. هو بالرغم من ده كله سامحني وعاملني زي الاول بالظبط، بس انا مش ممكن اسامح نفسي، انا ما كانش المفروض اعمل كده، وكان متاثر جدا. جيفاجو في وقتها بيقوم على ابنه وبيكلمه، بيقول له انت عندك صاحب ما يتعوضش، ما تضيعهوش من ايدك علشان انت مش مسامح نفسك، ارجع له تاني يا ابني. وبعدها المرض بيسيطر على جيفاجو، بيموت جنب ابنه، ودي كانت احلى موتة بالنسبه له، وانا بصراحه كنت متاثر جدا في الوقت ده. في نفس الاثناء بقى كان كينج ومليوداس عمالين بيتقاتلوا وكينج مصر يعرف حقيقته. جينا بتندى عليهم وبتقول لهم اطلعوا بره، وفعلا كينج كان سايبه وماشي. مليوداس بيندى عليه وبيقول له انا مش هعرف اقول لك على كل حاجه دلوقتي، بس انا عاوزك تثق فيا. كينج قال له انا اسف، انا لازم اعرف كل حاجه الاول. وبعدها بيطلعوا بره. مليوداس بيقول لجينا رجعي لي طاقتي يلا. البنت بتقول له تمام وبتبدا ترجعها له. بتطلع حجر كبير جدا والظاهر انهم حابسينها جوه. جينا بتكسر الحجر وطاقه مليوداس بتملى المكان بالكامل، حرفيا الدنيا بقت ليل عندهم. الطاقه بتتجمع على مليوداس وجسمه بدا يمتصها، وحرفيا طاقته مش طبيعيه يا صديقي. النقل بيتم بنجاح والوصايا ال10 بيحسوا بيها. مليوداس الارض من حواليه ما كانتش مستحمله والواد فاضل له سنه ويتحول. بيقول لمارين بعدها انا عاوزك توديني مره واحده على الوصايا. الكل بيتصدم وبيقول له انت هبل يا ابني، هتروح لجحر العدو برجليك؟ مليوداس بيقول لهم ما تقلقوش انا بس هديلهم التحيه. مارين بتقول له بس انا علشان ارجعك لازم تستنى 17 ثانيه هناك. فقال لها تمام اتفقنا. وهوب مره واحده مليوداس كان قدامهم. الوصايا بتتصدم من جرأته ومحدش كان مصدق. جلام بينزل عليه وبيقول لهم محدش يلمسه، ده فارست انا. فارسة مين ياض انت؟ مليوداس بيفوق له وبينزل عليه بتقله، بيكسر وشه حرفيا وبيمسح بالارضيه. الكل كان مصدوم من قوته. جلام بيقوم تاني وبيحاول يضربه، بس انت متخيل انه هيقدر يعمل حاجه قدامه؟ لا والله. مليوداس بيفك سيفه كده بس وهوب بيخرطه. بيروح بعدها على باقي الوصايا وبيسلم على زلدريس. زلدريس بيقول له انا مش عاوز اعرفك يا خاين. مليوداس بيقول له بلاش المعامله ديت يا عم، ده احنا اخوات برضه. الواد بيقول له انجز وقول انت عاوز ايه علشان مش فاضيلك. مليوداس بيقول له انا بس جاي احذركم من حاجه، لو قربتوا ناحيتنا تاني الخطايا ال7 مش هيرحموكم. العيال بتتعصب من كلامه وبيهجم عليه بسرعه، ولكن ال17 ثانيه بتخلص ومارين بتنقله، وشكل اللي جاي مش زي اللي راح يا صديقي. المهم بقى لحد هنا بيخلص الجزء بتاعنا. لو عاوزين الجزء الثاني اكتبوا لي في التعليقات، وما تنساش اللايك والاشتراك يا عم، والسلام سلام سلام.